كتير مننا ممكن يكون بيبدأ يومه ببرطمان النوتيلا أو على الأقل نعرفه كويس، لكن قليل قوي اللي يعرفوا إن ورا الطعم الحلو ده في قصة إمبراطورية عالمية مليانة تفاصيل وأسرار. النهاردة مع بعض هنفتح البرطمان ده ونكتشف إيه اللي جواه بالظبط. وعلشان بس نتخيل حجم الإمبراطورية دي، في معلومة غريبة شوية. كمية النوتيلا اللي بتنتج كل سنة كفيلة إنها تغطي كوكب الأرض كله بالكامل، مش مرة واحدة ولا 2، لأ 8 مرات ونص. الرقم ده طبعاً بيطرح سؤال مهم جداً. إزاي منتج بسيط جداً بدأ في مطبخ صغير قدر يتحول لإمبراطورية عالمية بالضخامة دي؟ الحكاية كلها بتبدأ في ظروف خلونا نقول صعبة جداً. بنتكلم عن إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية، وقت كانت فيه فكرة الرفاهية نفسها حلم، والشوكولاتة كانت تعتبر أغلى من الذهب. وفي قلب الأزمة دي كان في حلواني اسمه بيترو فيريرو في مدينة صغيرة اسمها ألبا. الحصول على الكاكاو كان شبه مستحيل، بس كان في حاجة تانية عنده منها كتير، البندق. ومن هنا بالظبط جات اللحظة اللي غيرت كل حاجة. فكرة بيترو كانت عبقرية، بس دي كانت مجرد البداية. سنة 1946 اخترع حاجة اسمها باستا جاندويا، كانت عبارة عن قالب شوكولاتة بالبندق صلب بيتقطع بالسكينة. لكن ابنه ميكيلي كان شايف للمنتج ده مستقبل مختلف تماماً، وفي سنة 1964 أخد فكرة والده دي وعمل فيها ثورة حقيقية. أول برطمان نوتيلا كريمي وناعم بالشكل اللي كلنا عارفينه وبنحبه النهاردة. والنتيجة كانت إيه؟ نجاح مش عادي، نجاح فوري ومدوي، لدرجة إنه النهاردة مع كل ثانية بتمر علينا بيتباع 9 برطمانات نوتيلا في مكان ما في العالم. يعني إمبراطورية بتتبني ثانية ورا ثانية. طيب إيه هو سر الخلطة دي اللي خلت العالم كله يتعلق بيها بالشكل ده؟ عشان نعرف الإجابة خلونا نفتح البرطمان ده مجازياً يعني، ونشوف حكاية المكونات اللي بتيجي من كل حتة في الدنيا. الرحلة بتبدأ من مزارع الكاكاو في غرب أفريقيا، ومن هناك بنروح لتركيا اللي بتعتبر أكبر مصدر للبندق في العالم، وبعدين لأوروبا عشان سكر البنجر والحليب، وطبعاً زيت النخيل اللي بيجي من مصادر مستدامة. كل مكون من دول بيسافر آلاف الأميال عشان في الآخر يتجمعوا في برطمان واحد. ولو عايزين رقم واحد بس يلخص ضخامة العملية دي كلها، فهو الرقم ده. شركة فريرو هي أكبر مشتري للبندق في العالم، مش بس مشتري كبير، دي لوحدها بتشتري ربع إنتاج البندق العالمي كله. يعني من كل 4 حبات بندق بتتزرع في العالم، في واحدة منهم بتروح لمصانع نوتيلا. وبعد ما المكونات دي كلها بتتجمع، بتبدأ المرحلة الأكثر سرية، عملية التصنيع. الوصفة الدقيقة، درجة الحرارة، سرعة الخلط، كل دي تفاصيل بتعتبر من أكتر الأسرار التجارية المحروسة في العالم، لدرجة إنه بيتقال إن 7 أشخاص بس على الكوكب كله هم اللي عارفينها. لكن لحظة، الموضوع مش بيقف عند سر الوصفة وبس، في حقائق تانية ممكن تكون أغرب كمان، وممكن تغير نظرتنا للبرطمان اللي بنعرفه ده خالص. طيب في سؤال ممكن يكون خطر على بال ناس كتير، هل يا ترى طعم النوتيلا هو في كل بلد في العالم؟ يعني الطعم في أوروبا زي اللي في أمريكا زي اللي في آسيا؟ الإجابة اللي ممكن تفاجئ ناس كتير هي لأ. الوصفة نفسها بتتغير تغييرات بسيطة عشان تناسب أذواق كل بلد. يعني مثلا في ألمانيا بيفضلوها تكون متماسكة أكتر، سكرها أقل، وطعم البندر فيها واضح وقوي، على عكس إيطاليا وفرنسا اللي النسخة بتاعتهم بتكون كريمية أكتر وطعم الشوكولاتة فيها أغنى وأحلى. وحب الناس لنوتيلا وصل لمراحل كينيا خالص، إن ليها يوم عالمي مخصوص يوم 5 فبراير ملايين الناس بتحتفل بيه كل سنة. ده بيوضح إنها ما بقتش مجرد أكل، دي بقت جزء من ثقافة ناس كتير. لكن طبعاً مع كل النجاح العالمي ده بتيجي مسؤولية كبيرة وتدقيق أكبر، والشركة واجهت تحديات مش سهلة، خصوصاً في ملفات حساسة جداً زي البيئة. التحدي الأكبر اللي واجهت الشركة كان مرتبط بمكون واحد تحديداً، زيت النخيل. صناعة زيت النخيل بشكل عام ارتبطت في العالم كله بمشاكل إزالة الغابات وتدمير البيئة، وبسبب استخدامها للمكون ده فريرو واجهت اتهامات إنها جزء من المشكلة، وده طبعاً وضع العلامة التجارية في موقف صعب جداً. طيب كان إيه رد فريرو على الكلام ده؟ الرد كان عن طريق خطوات واضحة. أول حاجة، من سنة 2015 الشركة أعلنت إن 100% من زيت النخيل اللي بتستخدمه أصبح معتمد كمستدام، يعني بيجي من مزارع مش بتسبب إزالة للغابات. والخطوة ما وقفتش عند كده،
الشركة بدأت كمان برامج لدعم مزارعي الكاكاو في أفريقيا عشان يتبعوا طرق زراعة صديقة للبيئة. والهدف الأكبر بقى للمستقبل هو إن عمليات الشركة بالكامل تكون محايدة كربونياً بحلول سنة 2030. يعني لما نرجع نبص على القصة كلها من الأول بنلاقي إن النوتيلا دي أكتر بكتير من مجرد شوكولاتة بالبندق. دي قصة عن إزاي الإبداع اللي اتولد من رحم الحاجة في وقت صعب زي وقت الحرب قدر يتحول مع الوقت لظاهرة عالمية بتلمس حياة ملايين الناس. وده بيوصلنا للسؤال الأخير والأهم: إيه هو اللي بيحول منتج عادي لأيقونة عالمية بالشكل ده؟ هل هي الفكرة المبتكرة في البداية، ولا الطعم المميز اللي صعب يتنسي، ولا يمكن الأهم من كل ده هو القدرة على التطور ومواجهة أصعب التحديات؟ قصة نوتيلا بتسيب الإجابة دي مفتوحة.